شاب يعيش ألما عظيما بعد نقل والدته إلى العناية المركزة. أخبره الأطباء أن حالتها حرجة وقد تفارق الحياة في أي لحظة. خرج من الغرفة مثقلا بالحزن، لا يدري كيف يواجه هذا الألم. وفي طريق عودته إلى المستشفى توقف عند محطة الوقود، وبينما ينتظر لفت انتباه العاملين شاهد مشهدا غريبا. قطة تحت قطعة كرتون تحيط بها صغارها حديثو الولادة عاجزون عن المشي. تساءل: كيف ستطعمهم أمهم ومن سيهتم بهم؟ شعر بشيء يحرك قلبه، فاشترى علبة تونة وقدمها للقطة، ثم مضى في طريقه. عندما وصل إلى العناية المركزة فوجئ بأن سرير والدته فارغ. تسارعت نبضاته وسأل الممرضة بقلق: أين والدتي؟ ابتسمت وقالت: لقد تحسنت ونقلناها إلى غرفة أخرى. أسرع إليها فوجدها جالسة. سألها عما جرى فأجابت بصوت ضعيف: رأيت في منامي قطة وصغارها يرفعون أيديهم إلى السماء يدعون لي بالشفاء. تجمد في مكانه متعجبا من رحمة الله الواسعة، ثم تذكر موقفه مع القطة وصغارها فقال بامتنان: سبحان من وسعت رحمته كل شيء. صدقة صغيرة دفعت بلاء عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. صل على النبي أو استغفر واجعل يدك تشهد عليك بالخير.